لو عاوزة تعرفي سر نجاح وطريقة أم علي تابع الفيديو للآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بخير يا رب في جميع الأوقات. النهاردة معانا حالة من الحلويات السهلة والبسيطة اللي ما بتاخدش معانا وقت وموجودة في كل البيوت. النهاردة معانا أم علي، دي طبعا كل الناس عارفاها. النهاردة معانا ملفيه وممكن تتعمل باستري، دي حاجة برضو سهلة، وبتتعمل بالجلاش وتتعمل بالكرواسون، ديت أسهل حاجة يعني. معانا المكسرات البسيطة الموجودة، قشطة، زبدة أو سمنة بلدي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي نشتغل على الملفيه، نكسره واحدة واحدة كده، بس ما نفتفتهوش خالص، يعني نخليه حتت زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي زي ما انتم شايفين كسرناها بالطريقة ديت، ننزل عليها بشوية المكسرات المتوفرة عندنا، نبتدي شوية زبدة، هي بالسمنة البلدي فوق الوصف يعني، بس احنا متاح معانا دلوقتي الزبدة. تمام، زي ما انتم شايفين كده. ونجيب اللبن، ويلا بينا ننزل باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين طبعا احنا حلينا اللبن على حسب بقى الرغبة، اللي عايز مسكر زيادة، اللي عايز حلو اقل، زي ما انتم عايزين. تمام، نشربها كلها كده، هي بتحب اللبن عشان تبقى ايه، سايبه معانا كده. زي ما انتم شايفين كده اتشربت كلها باللبن، ننزل عليها بالقشطه. الكريمه، في ناس تحب الكريمه وفي ناس تحب القشطه، فزي ما انتم شايفين بقى ايه، هتبقى دسمه وحاجه جميله هتعجبكم. نوزعها كده على الوش عشان هنخش عليها على الفرن دلوقتي على درجه حراره 200 فوق وتحت ربع ساعه. من اسهل الحاله اللي موجوده دلوقتي، ما بتاخدش حاجه، ربع ساعه بالظبط ككل. ودلوقتي بعد ما طلعناها من الفرن، طريه من تحت زي ما انتم شايفين كده، ومقرمشه من فوق. يا ريت تجربوها وان شاء الله هتعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير مع الشيف محمد مرجان في مطبخ مورجان كيتشن في وصفه جديده ان شاء الله.